شوف، بغيتك تركز معايا مزيان في هذا الفيديو لانه فعلا يقدر يغير لك حياتك الا فهمتي وطبقتي هادشي اللي غنقول لك. حاول تكمل الفيديو حتى الاخر باش تفهم الفكره كامله. سو لايك للفيديو. يلا نبداو. بدايه، علاش انت كاسل؟ شنو هما الاسباب اللي جاوبك انك تكون كاسل وما عندكش ديك الجهد باش تنوض وتعمل شي مهمات في نهارك؟ شوف، المشكل بالنسبه لوجهه النظر ديالي انه المشكل ماشي فيك انت بالضبط، ولكن المشكل في العادات اللي كتعمل. العادات، او انك ما عندكش واحد الهدف كاع. ما عندكش هدف، يعني انت عايش نهارك بنهارو. فبالنسبه للعادات، فإلا كنت كتعمل مثلا واحد العادات اللي هي سلبيه، مثلا سواء انك كتشبر التليفون بزاف او لا يعني كتطلع في انستغرام، فانت شبعتي دماغك الدوبامين، انت جعلتي دماغك انه يولف الدوبامين بلا مجهود. مبقاش عنده ديك الرغبه انه يمشي ويعمل واحد المهمه اللي تكون صعبه، وفي المقابل ديك المهمه تاخذ واحد الدوبامين اللي هو قليل بزاف. دماغك كيبان له هادشي لوجيك، فهو كيبان له انه او كيديك الرغبه باش انك تمشي وتشبر ديك التليفون، وانك تبقى تطلع في انستغرام ولا اي حاجه، وما غيعطيكش الرغبه باش انك تنوض وتخدم باش انه ياخذ واحد الدوبامين اللي هو قليل بزاف. فهذه هي وجهه النظر ديالي، هذا هو السبب. شوف، نعطيك واحد المثال باش توضح لك الفكره. كاين واحد المثال كيقول لك الا خيروك ما بين انك يعطيوك واحد المهمات او خدمه مثلا تعملها في نهارك، او لا انك ينزل لك واحد الحيط حداك وتبقى نهار كامل وانت كتشوف فيه، فكون اكيد ان 99% من هاد الناس هادو فهما غيخيروا انهم يمشيو يخدموا، وما غيمشيوش انهم يبقاو نهار ديالهم كامل وما كيشوفوا في الحيط. فهنايا دماغك كتعرفوا انه خصو ضروري يتسلى، فالدماغ ضروري خصو يتسلى بشي بلان. الدماغ ما كيوقفش من التركيز، ضروري خصو انه يبقى يركز في هادي وفي هادي وفي هادي. فهنايا يعني ان الدماغ ديالك راه غيتسلها، ولكن خصك تتحكم فين انت غتلهي. فهنا غندوزو للعادات. كاين واحد الكتاب كيقول لك 7 عادات ستغير حياتك ولا شي حاجه بحال هيدا. هاد الكتاب هذا كيقول لك زعما واحد 7 ديال العادات يقدروا يغيروا حياتك. فانا في البدايه كانت كتجيني هادشي غريبه، كيفاش زعما عاده تقدر تغير لي حياتي؟ كيفاش زعما الا مشيت مثلا نولي كنتريني انا غتغير حياتي؟ علاش زعما؟ فمؤخرا بديت كنفكر في هاد البلان هذا، جبرت فعلا ان عادات ايجابيه بشكل عام تقدر تغير لك حياتك. كيفاش؟ شوف دابا هاد العادات مثلا، او المهم العادات الايجابيه اللي كنتي كتعملها في نهارك، فانت كتشارجا بهذا المعنى هذا، انك كتشارجا كتولي عندك واحد الجهد باش انك تمشي وتخدم وتعمل شي حاجه في نهارك، ما تبقاش زعما كسول، فهمتي؟ فإلا كنتي كتعمل انت مثلا كتامل، كدوش بالماء بارد، مثلا انت كتقرا كتاب، كتريني شي حاجه بحال هيدا. الا كنتي كتعمل العادات هادو فانت كتكون مشارجي، يكون عندك ديك الجهد باش تعمل شي حاجه في نهارك، فهمتي؟ ما كتبقاش انت يعني كاسل وكذا. كما قلنا الكسل راه سبب، حنا قلنا الاسباب ديالو، فحاول انك تتجنب هاد الاسباب هادو وغيرهم بعادات اللي هما ايجابيين. اوكي، دابا ندوزو للحل. شنو هو الحل؟ شنو غنعمل دابا؟ ببساطه حاول انك كما قلت لك، حاول انك تغير عادات سلبيه بعادات ايجابيه. شوف، هي فعلا ماشي سهله، لكن انت غير بشويه بشويه حاول وصافي. حاول انك مثلا كنت كتشبر التليفون 3 ساعات في النهار، حاول انك دابا تشبرو مثلا 2 ساعات ونص، وشويه شويه بقى تنقص منه، وانت في نفس الوقت كتزيد بعض المهمات اللي هما ايجابيين، فهمتي؟ فكما قلت لك ان الا كنت انت كتعمل واحد العادات اللي هما سلبيا، فكن اكيد انك تكون كاسل، لانهم ما بغاتش تخرج، لانهم كيستنزفوا منك بزاف ديال الطاقه، ما كيبقاش عندك ديك الجهد نهائيا. هاد النقطه مهمه. ندوزو لواحد النقطه اخرى. كاين واحد المثال عاود كيقول لك انت دابا هو انت المستقبل. كيفاش زعما؟ شوف دابا انت حاليا دابا، النتيجه اللي فيها انت دابا، الاسباب ديال هاد النتيجه هادي فهم الافكار والمعتقدات او التجارب اللي دوزتي قبل. فانت قبل كنت يعني شبرتي واحد العادات اللي هما سلبيين، انت كنت مثلا كتشبر التليفون، كنت مثلا معاشر مع الدراري اللي هما سلبيين، فهما دخلوا لك بعض الافكار اللي جعلوك انك تكون نتيجه ديال هذا الشيء هذا، نتيجه ديال انك تكون فاشل او انك تكون كاسل. اوكي، فركز على هذه النقطه مهمه. حاول انك تكون انتاجي، عندك 24 ساعه حاول تتحكم فيها، ما تخليش ايدي زي هكاك وصافي. حاول انك تحط في الضغط، شي حاجه كتخاف منها، مثلا عندك واحد المهمه خصك تعملها، حاول انك تضغط على راسك باش تعملها. ولكن نقول لك شي مثلا شبر، مثلا انت عندك هدف مثلا تولي صانع محتوى، تولي شديد في صناعه المحتوى، ما كنقول لك شي شبر وجوج ساعات تبدا كتخدم، يعني كتمركز ديك العاده، ولكن فقط انك غير تحاول بشويه بشويه. اليوم 10 دقائق، غدا زيد شويه كدا وتينا ماشي. ومع التراكم هذا، مع انك كتستمر في انك كتكتسب واحد العاده، كتولي عاده ما كتبقاش يهز للهم. اوكي،
انت الا كانت كتجيك صعيبه انك تنضبط على لونطريما مع الاستمرار تولي ما كتجيكش صعيبه، كتولي عاديه فهمتي، كتولي بلية فهمتي بحال هيدا. كيدوز لك نهار بشكل الا ما مشيتيش تريني فهمتي. هذه هي النقطه اللي مهمه بزاف. دونك الا اكتسبتي عادات فصافي حياتك تغيرت. فهادشي اللي كاين في هذا الفيديو. فهذا اول فيديو غنعدلو يعني بلا سكريبت لا والو، هضرت نيشان. بغيت الراي ديالكم الصراحه في الكومونتيرات، كيف جاكم هذا الفيديو هذا؟ واش فهمتوا شي حاجه؟ واش فكره وصلت؟ اول فيديو ما عرفتش بالضبط واش فكره وصلت، واش فهمت كيفاش نوصلها. فيكون هادشي اللي كاين. مع السلامه.